هقول لكم ليه اتسمى بالاسم دوت. وانا داخل على الباب لقيت العتبة ديت. بص يا جماعه، انا لقيت ايه؟ انت الان خارج قاهرة الفاطميين. يعني العتبه ديت طلعت عليها، انت خلاص كده خرجت بره القاهره بتاعت الفاطميين. الباب دوت ده بقى الباب اللي اتعلق عليه رسل التتار اللي قتلهم قطز. تعالوا اقول لكم ازاي ب5 جنيه تشوفوا القاهرة من فوق. ب5 جنيه بس، من اجمل مكان اثري في مصر. بس خليني العب معاكم لعبة. تفتكروا المكان دوت هو ايه؟ الله ينور عليك، هو بقى باب زويلة أو المتولي. هقول لكم ليه اتسمى بالاسم دوت. وأنا داخل على الباب لقيت العتبة ديت. بص يا جماعه، انا لقيت ايه؟ أنت الآن خارج قاهرة الفاطميين. يعني العتبه ديت طلعت عليها، انت خلاص كده خرجت بره القاهره بتاعت الفاطميين. اتسمى الباب باب زويله لان كان في قبيله اسمها زويله كانت بتسكن عند الباب، فسمى الباب على اسمها. الباب دوت شاهد حاجات كتير هقولها لكم لما نطلع فوق. كده انا بره القاهره الفاطميه، كده انا دخلت جوه القاهره الفاطميه. سلم كبير قوي متعب. الباب اتنشأ في 485 هجريا. في 1092 ميلاديا بناه الوزير بدر الجمال في عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمي. وانا بصراحة كنت بتحدى نفسي. اول حاجة كنت هنا، وبعدين بقيت هنا، وبعدين طلعت هنا، لغاية ما وصلت لارتفاع عالي قوي. بس حسيت ان انتوا بتتحدوني، فقررت ان انا اطلع فوق خالص. بس رايكم ان احنا ممكن نطلع فوق خالص؟ وامرنا لله، يلا بينا. انا مش خايف غير من حاجه واحده بس، انا مش عارف انزل ازاي. انا طلعت على ايديا ورجليا، مش عارف انزل ازاي بصراحه، بس يلا. ولما طلعت فوق لساني ما كانش بيقول غير ايه الجمال ده، ايه العظمه ده، ايه الفخامه دي. جامع المؤيد شيخ، واو. انا شايف القاهره كلها من هنا يا رجاله. الباب بيتكون من مبنى عريض طوله 25 متر و72 سنتي، ارتفاعه 24 متر عن مستوى الشارع. والمآذن العالية اللي على الباب بناها الملك المؤيد أبو النصر شيخ عشان تكون مآذن عالية لمسجده اللي هو مسجد المؤيد شيخ اللي اتبنى في 818 هجريا. والمهندس اختار الجامع بجوار باب زويلة وأقام عليه المآذن. والمهندس المعماري اللي بنى الجامع اختار باب زويلة وعمل عليه المآذن العالية اللي انتوا شايفينها دلوقتي. ويذكر المؤرخ الشهير القلقشندي، لو انت ما تعرفش المؤرخ الشهير القلقشندي ده اللي جناله عدوية ساعة ما قال القلقشندي ده بحكى بشو. هو ده بقى المؤرخ. انا اكيد بهزر، مفيش حاجة من ديت. او المؤرخ دوت كتب في كتابه صبح الأعشة ابيات من الشعر كتبها علي بن محمد النيلي، بيتكلم فيها عن عظمة باب زويلة، واللي في مطلعها بيقول: يا صاح لو أبصرت باب زويلة لعلمت قدر محله بنيانا، لو أن فرعونا رآه لم يرد صرحا ولا أوصى به هامانا. الباب دوت احنا قلنا ليه اتسمى باب زويلة. الباب دوت ده بقى الباب اللي اتعلق عليه رسل التتار اللي قتلهم قطز، علقهم على الباب دوت هنا. هو كده الحتة دي بالظبط. وبرضو السلطان طومان باي آخر سلاطين المماليك
لما سليم الاول انتصر عليه شنقوا هو على نفس الباب. وكان برضو اصحاب الجرائم الكبيره كانوا بيتشنقوا برضو على نفس الباب دوت. وبرضو الحاكم لدين الله اللي هو في العصر الدوله الفاطميه، اللي هو كان معروف عنه ان هو مجنون وادعى الالوهيه وقلب الليل نهار والنهار ليل، ومنع الملوخيه ومنع ان الستات تمشي في الشارع. عمل حاجات كتير. برضو كان لما كان بيغضب على حد كان برضو بيعدمه على نفس الباب دوت. الباب دوت اللي هو باب زويلة. القاهرة لما انشئت في عهد المعز لدين الله الفاطمي. زي ما انتم عارفين اللي جه فتح مصر وخلص مصر من الإخشيديين كان هو جوهرة الصقلي. جوهرة الصقلي لما جه حب يبني مدينة، ولما جه يبني مدينة عمل مدينة من 4 أضلاع على شكل مربع. عمل في كل ضلع أبواب. كان القاهرة كان فيها 8 أبواب. كان موجود في الشمال بابين، وفي الجنوب باب واحد، وفي الشرق وفي الغرب. لكن اللي موجود دلوقتي الأبواب اللي موجودة في الشمال وفي الجنوب. الأبواب اللي موجودة في الشمال وهي الفتوح والنصر، أما اللي في الجنوب هو باب زويلة. أما اللي كان الأبواب اللي كانت موجودة في الشرق وفي الغرب اندثرت، اتهدت. الباب ده ليه يعني بيطل على جامع المؤيد شيخ اللي هو دوت، والصالح طلائع اللي وراه. والعامة من الناس أطلقوا على الباب بوابة المتولي، لأن كان بيجلس عليه متولي الحزبة اللي هو محصل الضرايب. وهنا أنا بعد ما طلعت كنت تعبان شوية، فقلت أستريح وقلت أصور شوية حاجات سينمائية زي ديت. وصورت نفسي شوية وشفت كل معالم القاهرة من فوق، وكل ده ب5 جنيه من أعلى مكان في القاهرة الفاطمية. ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات عايزين أزور إيه تاني. سلام.